الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل حفيظ أن الاتحاد لن يتحاور مع من يعتبرون حركة 25 من يوليو انقلابا وكانوا مسؤولين عما وصفه بعشرية الخراب، موضحا أن الاتحاد بصدد التشاور مع منظمات تتبنى ما أسماه الخط الثالث وتدعم ما وصفها بالحركة الإصلاحية. تونس نجم نقولوا سياسيا، لا أقول اجتماعيا، منقسمة إلى ثلاثة أقسام. هناك من يعتبر 25 جويلية انقلاب ومعروفين، وهم الذين هندسوا العشرية السوداء وكانوا أبطالها واللي ساهموا في المآسي اللي عاشها التونسيين. وهناك موقف ثاني الذي يدعم 25 جويلية دون نقاش، ولكن هناك خط ثالث من بينه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتقاطع ودعم حركة 25 جويلية لكن بطريقة نقدية، ولكنه أيضا ينتقد بقية المسار.